السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا سنة أولى إعدادي في الدرس الثاني في الوحدة الثانية اللي بيتكلم عن الدور الحضاري لمصر في قارة إفريقيا في عهد خلفاء محمد علي. طبعا واصل خلفاء محمد علي الاهتمام باكتشاف إفريقيا، حيث قال إبراهيم باشا اللي هو ابن محمد علي أن مستقبل مصر يوجد في إفريقيا. ومن هنا اهتم طبعا سعيد باشا بإفريقيا وخاصة السودان، كما اتجه إسماعيل باشا نحو إفريقيا لاكتشافها وتكوين إمبراطورية مصرية عظيمة، وبالتالي زاد دور مصر الحضاري والكشوفات الجغرافية في إفريقيا في عهد خلفاء محمد علي. تعال نبدأ نتكلم عن أول خلفائهم اللي هو عهد عباس باشا الأول، اللي هو ابن طسن ابن محمد علي. عباس باشا لم يهتم بالكشوف الجغرافية لإفريقيا، ولكن أنشأ مدرسة ابتدائية في الخرطوم عاصمة السودان، وجعل رافع الطهطاوي ناظرا لها، كما نشطت التجارة في عهده بين السودان والدول المجاورة. أما بالنسبة لسعيد باشا اللي هو ابن محمد علي، برضو نشطت في عهده أو نشط في عهد سعيد باشا السباق الأوروبي لاستكشاف القارة الإفريقية، وذلك لاستغلال مواردها. طب إيه كان دليلك؟ إني أرسلت الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية العديد من البعثات الاستكشافية لكشف منابع نهر النيل. طيب فين بقى الدور الحضاري لمصر في إفريقيا في عهد سعيد باشا؟ اهتم سعيد باشا بالسودان وقام بزيارتها عام 1857. ليه؟ قال لك لدراسة أوضاعها وتحسين أحوالها، وكمان عشان ينمي مواردها، واهتم بشؤون المواطنين، وقام بعدة إجراءات في السودان عشان يحقق ذلك، وكان من أبرزها ما يلي. أول حاجة عمل إصلاحات إدارية، عزل الموظفين المعروفين بسوء المعاملة، وأمر مدير الأقاليم بحسن معاملة الأهالي وإقامة العدل بينهم، وقام بتقسيم السودان إلى 5 مديريات مستقلة تتبع كل منها وزارة، اللي هي اسمها نظارة يعني، لكن دلوقتي بنقول عليها وزارة، تمام، اللي هي وزارة الداخلية بالقاهرة مباشرة. كما أنشأ المجالس العرفية. مجالس عرفية يعني إيه مجالس عرفية؟ هي تجمع من شخصيات ذات نفوذ عشان يفضوا المنازعات اللي بين الأفراد، طبعا ده استنادا للأعراف والتقاليد المتبعة. طيب أنشأ مجالس عرفية من مين؟ من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر، عشان طبعا الهدف من كده ايه؟ عشان يشترك او لاشراك السودانيين في حكم بلادهم. طيب ايه الاصلاحات التانية اللي عملها في السودان؟ عمل اصلاحات قضائية، اللي هو انشأ مجالس الاقاليم دي عشان تفصل في الخصومات يعني النزاعات المدنية والتجارية. كما عمل اصلاحات اجتماعية، أقام معسكر على نهر الصباط، وده طبعا نهر الصباط ليه عمل كده معسكر على نهر الصباط؟ لمنع تجارة الرقيق، وكمان خفض الضرائب وقسطها، وأعفى الأهالي من الضرائب المتأخرة، وأسقط الضرائب عن الجنود. أما بالنسبة للإصلاحات النقل والبريد، عمل تنظيم المواصلات والبريد بين مصر والسودان، فأنشأ محطات على مسافات محددة لتغيير دواب النقل عشان يسهل عملية السفر. طيب بالنسبة بعد كده بقى عهد الخديوي إسماعيل اللي هو ابن إبراهيم ابن محمد علي، اهتم إسماعيل منذ بداية حكمه لمصر بتوسيع حدودها الجنوبية، وتعد بعثاته الاستكشافية في إفريقيا من أهم إنجازاته، فلم تشهد مصر في تاريخها توسعا منظما في إفريقيا كما شهدت في عهد إسماعيل. طيب إيه دوافع الخديوي إسماعيل لاكتشاف إفريقيا؟ قال لك اكتشاف إسماعيل لإفريقيا لعدة أسباب. أول حاجة استكمال ما بدأه محمد علي باشا،
وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق في إفريقيا. رغبة إسماعيل في استكمال مسيرة جده اللي هو محمد علي في مواصلة الكشوف الجغرافية لمنابع النيل الاستوائية وقارة إفريقيا. كمان حب يأكد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل والشعوب الإفريقية، إيمانا بدور مصر طبعا في إدخال الحضارة الحديثة إلى إفريقيا، وذلك بحكم الروابط التاريخية بينها وبين الشعوب الإفريقية. طموحه الشخصي هو عايز يكون إمبراطورية إفريقية تقف أمام أطماع الدول الأوروبية وتعلي طبعا من شأنه أمامه. طيب تعال نشوف بقى توسعات إسماعيل في إفريقيا. أرسل إسماعيل عدة حملات ورحلات استكشافية إلى إفريقيا، استعان فيها بضباط أجانب وضباط طبعا من الجيش المصري. تمام. نتج عنها إيه؟ توسيع حدود مصر نحو الجنوب وضم العديد من المناطق، حيث تم اكتشاف منابع النيل الاستوائية والوصول إلى مديرية خط الاستواء وبحيرة ألبرت وفيكتوريا، وكمان اكتشاف الجهات الشرقية من الحبشة والوصول إلى الصومال. بل وكمان رسم خرائط مفصلة للمناطق التي وصلت إليها وإقامة نقاط عسكرية بها طبعا علشان لتأمينها وحمايتها ورفع العلم المصري بها. طيب إيه الدور الحضاري لمصر بالسودان وشرق إفريقيا في عهد الخديوي إسماعيل؟ قام إسماعيل بإنشاء بعض المدارس والمكتبات العامة في السودان ومنطقة القرن الإفريقي. منطقة القرن الإفريقي اللي هي حاليا دلوقتي اللي هي بتضم دولتي الصومال وجيبوتي، وأرسل المعلمين وعلماء الأزهر عشان يدرسوا فيها. بل وإرسال خريجي مدرسة الخرطوم التي أنشأها عباس باشا الأول إلى مصر، يعني راحوا مصر عشان يتموا دراستهم على نفقة الحكومة المصرية. طب ده أدى إلى إيه؟ نبغ عدد كبير من العلماء السودانيين في مجالات متعددة كالهندسة والمساحة والتاريخ. طيب بالنسبة للتقسيم الإداري، إن الخديوي إسماعيل أدخل تعديلات على التقسيم الإداري للسودان نتيجة طبعا لتوسعاته وضم أراضي جديدة إليه، حيث قسم السودان إلى 12 مديرية لكل منها عاصمة، بل وأنشأ 5 محافظات على الساحل الشرقي لإفريقيا. طيب بالنسبة للزراعة، اهتم باستصلاح الأراضي الزراعية، بل وأنشأ المزارع في السودان عشان يزود الإنتاج، ووسع في زراعة القطن لدعم الصناعات التصديرية. طيب الطرق، اهتم إسماعيل بالطرق والملاحة. طيب الطرق البرية عمل فيها إيه؟ حسن الطرق البرية في السودان ومنطقة شرق إفريقيا، مد خط سكة حديدي بمحاذاة نهر النيل في السودان، ده بالنسبة لإيه؟ اللي هو البري. طب النهري، تم إصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلف فأصبح صالحا لمرور السفن، وعمل ترسانة في الخرطوم التي أنشئت في عهد محمد علي تم إصلاحها، يعني كانت موجودة أصلا بس هو عمل إيه بقى إسماعيل؟ أصلح اللي هي أنشئت في عهد محمد علي. أما بالنسبة للملاحة البحرية، أنشئ في عهد فنارة اللي هي بترشد السفن يعني بميناء بربرة على خليج عدن، وبني بها رصيف لرسو السفن عشان تنزل فيها السفن. طيب بالنسبة للتجارة، ازدهرت التجارة في عهده. ليه؟ في استقرار في الأمن في المنطقة. ما دي أهم حاجة، إن التجارة استقرار الأمن عشان ما يحصلش إيه؟ اعتداءات على الطرق التجارة. يبقى استقرار الأمن في المناطق الإفريقية التي ضمها إسماعيل للإمبراطورية المصرية. بل وأنشأ العديد من الطرق والمراكز التجارية المهمة. طيب البريد والتلغراف، أنشأ العديد من مكاتب البريد في السودان، بل وأسس إدارة للبريد في الخرطوم، الكلام ده كان عام 1873، ومضى خطوط التلغراف، وأنشأ العديد من مكاتب التلغراف في مختلف المدن السودانية. التلغراف ده كانت آلة توصيل أو اتصالات زمان قديمة، لأن طبعا ما كانش فيه موبايلات، فدي كانت عملية الاتصال اللي كانت بتتم قديمة. طيب إيه عوامل توقف الكشوف الجغرافية المصرية في إفريقيا؟ طبعا واجهت مصر معوقات عديدة
أثناء توسعها الاكتشاف في إفريقيا، أدت في النهاية إلى توقف تلك الكشوف. طيب إيه المعوقات؟ في معوقات طبيعية وفي معوقات بشرية. إيه المعوقات الطبيعية؟ عدم صلاحية معظم الأنهار والبحيرات الداخلية للملاحة بسبب المستنقعات، ضيق الطرق البرية وكثرة تعرجها وعدم استواء سطحها، للأسف طبعا انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة ووجود الحيوانات المفترسة وبعض الحشرات الضارة والزواحف السامة كانت برضو من المعوقات الطبيعية. غزارة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. طيب دي كده العوامل الطبيعية. ايه العوامل البشرية بقى والمعوقات البشرية؟ سوء الأوضاع الداخلية في مصر، وخاصة في نهاية حكم الخديوي إسماعيل بسبب الأزمات المالية والسياسية. الاستعانة بالأجانب وتعيينهم في الوظائف العليا، فده كان سبب من أسباب المعوقات البشرية اللي وقفت الكشوفات الجغرافية في قارة إفريقيا. وإلى هنا انتهى الدرس، ونلتقي في حلقة جديدة. معكم مستر أسامة النوبي.